أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذه الفائدة مسألة من مسائل التوحيد، وأمر من الأمور التي ينبغي أن يؤسس العبد عليها معاملته مع ربه سبحانه وتعالى، فهي مسألة من حقوق التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، أي يقر هذا الإنسان الذي يريد أن ينصف نفسه لربه، يقر بأنه جاهل، بأنه لا يعلم حق العلم ولا يعرف ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة، فيقر بالجهل ويقر بالآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. فإن آخذه يعني ربه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. هذه الفائدة سنتذاكرها من خلال عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله: طوبى لمن أنصف ربه. فنتذاكر معنى الإنصاف في اللغة والاصطلاح وأنواع الإنصاف، لأن هذا الأمر إذا أسس العبد معاملته مع ربه عليه فقد فاز وأنجح. الإنصاف في اللغة يقول اللغويون أنه يدور على معنيين: الأول شطر الشيء، نقول نصف الشيء بمعنى شطر الشيء، والآخر يراد به جنس من الخدمة والاستعمال. فمعنى الإنصاف مأخوذ من مادة نصف التي تدور حول معنيين: الأول نصف الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يسب الصحابة: لا تسبوا أصحابي، فقال في الحديث: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكلمة نصيفه يعني شطره. والثاني يقال أنصف الشخص إذا عدل، وأنصفت الرجل إنصافا
أي عاملته بالعدل والقسط، وإذا أعطيته الحق. إذن كلمة الإنصاف تعني العدل في المعاملة والخدمة. يقال نصفهم ينصفهم إذا خدمهم. إذن طوبى لمن خدم ربه وعدل في معاملته له. فالمعنى في اللغة يدور حول معنى العدل. أما في الاصطلاح فقالوا الإنصاف هو العدل في المعاملة، بألا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله. الإنصاف في الخدمة هو أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفع. يعني هو الله سبحانه وتعالى امتن عليك بمنن، وتفضل عليك أختاه بفضائل، فحقه سبحانه وتعالى عدلا أن يكون جزاء إحسانه إحسانا، وألا يكون جزاء إحسانه إساءة ونكرانا. فيمكن أن نعرف معنى الإنصاف بأن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه. يعني إذا أردت أن تكون منصفا فعليك أن تأخذ في مقابل ما تعطي، ولا تطلب ما لا يحق لك في مقابل ما تقوم به. لا تطلب أكثر مما هو حقك. هذا حقيقة الإنصاف الذي يتولد عنه أن يكتسب الإنسان الفضائل ويتجنب الرذائل وتعلو همته في ذلك. هذا هو المعنى لغة واصطلاحا. أما أنواع الإنصاف فعددها أهل العلم في 4 أمور. أن ينصف المرء نفسه من نفسه، يكون عادلا في معاملته لنفسه. ثانيا أن ينصف المرء خالقه عز وجل، فإنه من المعلوم أنه لا يتصور أن ينصف المخلوقين من لا ينصف الخالق عز وجل، ففاقد الشيء لا يعطيه. والثالث إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع إنصاف العباد. فأما إنصاف الإنسان مع نفسه فهي أولى الدرجات، أن ينصف الإنسان مع نفسه. خدوا بالكم، يعني لو الواحد مننا بيشتكي من تذبذب حاله ويرى آثار لبعض السخط في قلبه نتيجة لعدم فهمه عن الله تبارك وتعالى، فإذا أراد أن يستقيم مع الله ليستقيم دربه ولا يزيغ قلبه ولا يصاب بالانتكاس ولا بالشتات ولا بالفتور ونحو هذا من الأمراض والعلل الإيمانية المعروفة، أنا أريد أن أستقيم، أنا أريد من الله عز وجل أن يمتن علي بالهداية وعدم زيغ القلب. حسنا، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ماذا يريد الله عز وجل مني؟ يريد الله عز وجل أن تعبده حق العبودية وأن تشكره ولا تكفر بنعمه. حسنا، كيف أحقق ذلك؟ كيف أكون منصفا في معاملتي لربي؟ أول الأمر أن تكون ابتداء منصفا في معاملتك لنفسك. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد هذه المسألة فقال: إنصاف المرء نفسه من نفسه بألا يدعي لها ما ليس لها، فإياك أن تدعي شيئا هو ليس لك، إياك أن تتكبر، وإياك أن تتعزز على عباد الله المؤمنين، بل شأنك أن تكون ذليل مع المؤمنين عزيز على الكافرين. إياك أن تدعي لنفسك العلم وتدعي لنفسك الشأن، لأن من حولك ربما لا يعرفون
تلك المعارف وتلك المعلومات التي حصلتها، وما حصلتها إلا بفضل ربك. فإذا نسبتها إلى نفسك فإنك قد ادعيت لها ما ليس لها، إذ الأصل في بني الإنسان النقصان. فإذا أنت أثبتت لنفسك العلم أو إذا أثبتت لنفسك الالتزام، تجد الأخ في بداية الطريق إلى الله عز وجل قد تميز على أقرانه وعلى أصحابه وعلى أهله، وصار هو الذي يرتدي المساجد ويسمع دروس العلم، وهو الذي يحافظ على القرآن والصيام والقيام والأذكار، فيرى لنفسه شأنا. هو الذي حفظ كذا من القرآن، هو الذي يعرف حكم هذه المسألة عن باقي الأقران، حتى مع أهل مسجده أو أقرانه من إخوانه في الله. إذا تميز عليهم ادعى لنفسه شيئا هو ليس بصحيح أن ينسبه له. إذن لا تدعي لنفسك ما ليس لها لتنصف نفسك، ولا يخبثها بتدنيسه لها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خبأها وأخفاها فدنسها وخبثها، وهذا بفعل المنكر وارتكاب المحظور. فحينئذ تزداد النفس خبثا وسوءا، وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله عز وجل. بل على الإنسان الذي يريد أن يكون منصفا مع نفسه أن ينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ومفهومه أن العز والمقام عند الله عز وجل يكون بالطاعة وبتحقيق معنى التوحيد، بل ينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته على مراضي الخلق ومحابهم. هذا هو الذي ينصف في معاملة نفسه. قال: وهذا يوجب أمورا ثلاثة. كيف نكون منصفين مع أنفسنا؟ هذا لا يتحقق إلا بثلاثة أمور. احفظوا وافهموا لتعدلوا. أول هذه الأمور معرفته بربه، ومعرفته بحقه عليه، ومعرفته بنفسه وما خلقت له. إذن لابد أن يعرف من هو ربه. يا جماعة، نحن في زمان صار علم الإيمان علما نظريا. تسمعوا الكلام ده كلام نظري، كلام حلو، كلام يرطب القلوب، كلام عن حب الله والخوف منه والرجاء والتوكل والإنابة وإيثار رضا الله. فتسمعونه بأذن ربما تكون أذنا معطلة وقلوب ساهية لاهية. نحن نريد علم الإيمان العملي، نريد أن نكون بحق من خلال مدارسة هذه المعاني في هذا الكتاب وغيره أن نحقق معنى علم الإيمان التطبيقي، ليس فقط النظري. يعني حينما أقول أنك لن تكون منصفا مع نفسك حتى تعرف ربك، أنت الآن ينبغي أن تفكر في الطرق العملية. كيف أتعرف على ربي؟ لا بد أن تدرس هذا، تدرس الأسماء وتدرس الصفات. لا بد أن تتفكر في نعم الله عليك. لا بد أن يكون لك ورد من القرآن تتذاكر فيه صفات الرحمن. ينبغي عليك أن تولي هذا الأمر الاهتمام الأول عندك. فأصل الأصول معرفة الرحمن تبارك وتعالى. إذن أول شيء أن يعرف ربه. لكي يكون منصفا أن يعرف ربه. من هو؟
وما حق الله عليه ويطبق ذلك، فيتعلم علم الإيمان النظري والتطبيقي، ويعرف نفسه ويعرف أنها أساس كل بلاء وأساس كل ذنب هو فاعله، لأن النفس أمارة بالسوء، ويعلم أنه مطلوب منه أن يزكيها، فإذا صنع ذلك أنصف. الأمر الثاني ألا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملك والاستحقاق، لا يقول إنما أوتيته على علم عندي، لا يقول أنا خير منه، لا يدعي لنفسه ملك، لا يدعي لنفسه استحقاق، وإنما يرى أن لا قيمة له ويرى أنه فقير لربه حينما يتعزز بالإيمان الذي اصطفاه به ربه، لا يتعزز بذكاء، لا يتعزز بقدرات وإمكانيات، لا يتعزز بما وهبه الله إياه من نعم هو سبحانه وتعالى سائله عنها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا يرى لنفسه ملكا ولا استحقاقا، فإذا قيل له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، عندك كذا من العلم، عندك كذا وكذا من فعل الخيرات، فإذا أثنوا عليك يا عبد الله تذكر أنهم يثنون على ستر الله فيك، فلا ترى لنفسك حقا ولا ترى لنفسك ملكا، بل أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك، وأنا أدرى الناس بعيب نفسي، فكيف أدعي لها ما ليس لها، وكيف أرى لنفسي شيئا هو سبحانه الذي أعطاني. والأمر الثالث ألا يزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو، أو يقدم مراده، الشهوات، الرغبات، الهوى، المزاج، أنا عايز أنام، أنا عايز آكل، أنا عايز أخرج، أنا عايز أتكلم، أنا عايز كذا وكذا من الأمور التي أحبها، شهوات، وهذا مرادي. فما مراد الله مني؟ الله يريد مني الآن صلاة، الله يريد مني الآن قيام، الله يريد مني الآن ذكر، الله يريد مني الآن صلة، يريد مني بر، يريد مني حسن خلق، يريد مني أن أجدد توبتي، والله يريد أن يخفف عنكم، الله يريد أن يتوب عليكم. إذا كان هذا مراد الله قدمت مراد الله على مرادي، إذن كن على مراد الله منك لا على مرادك منه. احفظوها وكرروها على أنفسكم حتى تصير سجية عندكم. أنا على مراد الله مني. الله يريدك يا أختاه قار في بيتك، الله يقول وقرن في بيوتكن، هذا مراد الله. أما أنت فتريدين أن تخرجي وأن تتنقلي وأن تري الدنيا وأن تصنعي وتصنعي، فهل أنت على مراد الله أم على مراد نفسك؟ الله يريد منك يا عبد الله أن تكون داعيا إلى الله، أن تكون مباركا أينما كنت، ومرادك أنت أن تتميز على الناس، ومرادك أنت أن يشار إليك بالبنان، ومرادك أنت أن يكون معك المال الوفير. فهل أنت على مراد الله أم على مرادك من نفسك؟ أنت تريد النكاح للاستمتاع، والله يريد النكاح لعمارة الأرض بأهل التوحيد. فهل ستخرج النسم من صلبك موحدة لله أم ستكون مهملة في مجال التربية كما يحدث بين أبناء المسلمين الآن؟ هذا هو الإشكال.
فلا تزاحم مراد سيدك ولا تدفعه بمرادك أنت، بل عليك أن تقدم مراده على مرادك. وهناك صنف آخر قال عنه الإمام ابن القيم أو يقسم هذه الإرادة بين مراد سيده ومراده هو، اللي هو منطق ربنا يريد إيه؟ منطق ربنا يريد إن أنا صليت خلاص أشوف نفسي بقى. هذا هو منطق هؤلاء الذين حكى الله عن أمثالهم حين قال عن بعضهم ونقل قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وتلك إذن قسمة ضيزى. إذا كنت يا عبد الله منصفا من نفسك فعليك أن تعرف ربك، عليك ألا تدعي لنفسك ما ليس لها ولا تدعي لها ملك ولا استحقاق، عليك أن تقدم مراد ربك على مرادك أنت. إذا صنعت ذلك أنصفت مع نفسك. أما الإنصاف مع الله تبارك وتعالى فيمكن أن نجمله في أمور. الأمر الأول أن تعطي العبودية حقها، فلا يكن قلبك إلا لله، قلبي كله لله، قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. أنا لا أخضع ولا أذل لقول والد ولا والدة ولا صديق ولا حبيب ولا قول من هو قائل، إنما أقدم قول ربي وأمر ربي على سائر الأمر، فأعطي ربي حقه في الامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه، أكون له عابدا ذليلا منكسرا خاضعا متحببا متوددا معظما مكبرا. هكذا حق العبودية، فلا تشرك به شيئا، لا تتوكل على سواه، لا تخف إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تحب إلا الله. فإذا كان كذلك أنصفت في معاملتك ربك. والأمر الثاني ألا ينازع ربه صفات ألوهيته، فلا ينبغي بحال أن ينازعه في صفة من صفاته. فلا تتكبر يا عبد الله، فالكبرياء ردائي والعز إزاري، كما قال الله في الحديث القدسي. الكبرياء اختص الله به نفسه. إياك أن تتعالى في الأرض فتنازع ربك صفة من صفاته، وإياك أن تعلو في الأرض وتتعزز على الناس كما ذكرنا، فالعز إزار ربنا. وإنما ينبغي عليك أن تقوم بمقام العبودية، والعبد لا ينبغي له بحال أن يكون آبقا شاردا ناشزا بعيدا عن سيده ومولاه. والأمر الثالث ألا تشكر على نعمة سواه ولا تستعين بها على معاصيه ولا تحمد غيره، فلا تعبد بالجملة إلا الله جل في علاه. لا تشكر على نعمه سواه فلا تنسبها إلى نفسك، ولا تستعين بتلك النعم. الله يعطيك يا أمة الله الشباب، الله يعطيك الجمال، الله يصطفيك، فإذا أنت تعصي به الإله وتغضبيه في سمائه فوق عرشه سبحانه وتعالى ولا تعطي لذلك بالا، الله يعطيك يا عبد الله القوة والمال ويعطيك الجاه، فإذا أنت تستعين بذلك على ظلم الناس وعلى الجور وعلى التعدي على الأعراض وتصنع ما تريد وتقول أنا حر، إذا أنت كذلك فوالله ما أنصفت ربك. ما أنصفني عبدي.
ما أنصفني عبدي لا يستحي أن يعصيني وأنا أستحي إذا سألني أن أرده. والله لو كان في القلوب حياة لبكت القلوب قبل الأعين، ولخفق القلب مستشعرا مدى ظلم العبد منا ومدى تقصيره في حق ربه. ما أنصفني عبدي لا يستحي أن يعصيني وأنا أستحي إذا سألني أن أرده. تخيلوا لو أن الله الآن يقول لك أنت يا من تسمعني الآن، وأنت نعم أنت، يقول لك ربك لماذا لا تنصفيني؟ لماذا لا تعامليني بالعدل؟ ألا تخجلي من ذنوبك، من تفريطك، من تقصيرك؟ الله سمى نفسه الحيي لأنه يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبا، والعبد لا يستحي من ربه فيجاهر بالمعاصي وبالذنوب. فاللهم إليك المشتكى. أما الإنصاف الثالث فهو إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق بعدة أمور في مجملها القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم. أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا، خاتم النبيين والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، بأبي وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يحبه العبد ويقدمه على محبة الخلق كلهم، فلا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله ومن الناس أجمعين. وثالثا يطيعه ويوقره ويعزره ويبجله صلوات ربي وسلامه عليه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن يقدم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. أوليس من الظلم العظيم أن يخل الواحد منا بشيء من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصلوا إلى أحد خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم. وأما إنصاف العباد فعليك أن تقوم بإنصاف الغير، سواء كان هذا ممن تحب أو ممن تكره أو يختلف عنك. فلو كان هذا الغير مخالفا لك في الرأي أو في المذهب أو حتى في الدين، ينبغي علينا أن نؤدي للناس حقوقهم وألا نطالبهم بما ليس لهم، ولا نحملهم فوق وسعهم، وأن نعاملهم بما نحب أن يعاملوننا به. وعليك أن تعفيهم مما تحب أن يعفوك منه، وأن تحكم لهم أو عليهم بما تحكم به لنفسك أو عليها. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اتصوروا لو الواحد حقق خلق الإنصاف ده الدنيا تبقى عاملة ازاي؟ اتصوروا لو الناس النهاردة أهل الإسلام أهل الإيمان الذين دب فيهم الشقاق والخلاف وصار في العالم الإسلامي طيارات ومذاهب فكرية مختلفة، وهذا يعادي ذاك، وهذا لا يقبل الآخر تماما، وهذا لا يرى فيه إلا كل عيب، وهذا يتهمه بالبدع
وذاك يتهمه بالخروج من الديانة وهذا وذاك. تصوروا لو أننا تعلمنا الإنصاف كيف سيكون الحال. يا عباد الله، تعلموا الإنصاف، تعلموا ألا تطلب من الآخر شيئا لا تقوم أنت به، فإذا أردته أن يعدل معك فكن أنت منصفا قبل ذلك في معاملته. علينا أن نضع آداب الخلاف لتكون أمامنا ونصب أعيننا توجهنا في هذا المعترك الصعب الذي تمر به الأمة الإسلامية. علينا أن ننظر إلى الناس كما أثر عن نبي الله عيسى حين مروا على جدي أسك منتن مرمي في مزبلة، فالكل وضع يديه على أنفه وقالوا ما أنت نريحه، فقال ما أجمل بياض أسنانه. فرق بين أصحاب النفوس الذبابية الذين لا يرون في الناس إلا عيوبهم، الذين لا يبحثون إلا على العثرات، الذين لا يقيلون عثرات الناس، وبين من لا يرى في الناس إلا أفضل ما فيهم ويغض الطرف عن مساوئهم وعن عيوبهم. نعم يصدع لله بالحق، نعم ينكر المنكر، لكن يتخذ مبدأ النبي. ما بال أقوام لو أننا أنصفنا مع غيرنا ورأينا الخير في من نختلف معهم وتأدبنا معهم بآداب الإسلام وتخلقنا بأخلاق الإسلام، والله لو وجد الإنصاف فينا لكان هذا بداية لتغيير شامل في العالم الإسلامي وفي الأمة الإسلامية على هذا المبدأ. فبالله ثم بالله يا من تسمعونني الآن، حققوا أنواع الإنصاف الأربع. أنصفوا أنفسكم من أنفسكم، وأنصفوا ربكم، وأنصفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأنصفوا في معاملة الخلق حتى ولو كانوا مختلفين معنا في الملة والديانة أو في الاتجاه، ننصفهم، نعطيهم حقوقهم كبشر. وإن كان هذا لا يعني بحال أن نميع ديننا وأن لا يكون هناك ضوابط لهذا التعامل، لكن نحن نريد فقط أن تزول هذه البغضاء الحالقة من صدور الناس. نريد تلك الرواسب الجاهلية أن تزول من الصدور. يا عباد الله، أنصفوا لتنصفوا، أنصفوا لتنصفوا. وأما المسألة التالية فيما تضمنته هذه الفائدة من المعاني، فهي مسألة الاعتراف والإقرار. فقد قال طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله، يعترف لله. فأنا أقول بملء الفم وأنا موقن بهذا الكلام، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف لله وأقر له بالفضل والإحسان يقينا، لأني أعرف أن الفضل كله من قبله سبحانه وتعالى. كل خير أنا فيه فمن فضله ومنه وجوده جل في علاه. وأنا أعرف أن صفات رب الجميلة مقدمة على صفاته الجليلة، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه يعفو عن كثير، وأن جوده وكرمه لا يحد، وأنه سبحانه وتعالى لا يعاجلني بالعقوبة، فهو الحليم سبحانه. أعترف له وأقر بين يديه بصفات جماله، فأتبرأ من حولي وقوتي، وأقر بما يعطيني ويوليني من الفضل والإنعام. وهذا كما قال أهل العلم حقيقة العبودية.
احفظوا هذه العبارة المهمة. العبودية التبرؤ من الحول والقوة، والإقرار بما يعطيك ويوليك من الطول والمنة. الاعتراف هو سبيل التوبة. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فبعد أن ذكر اعتراف هؤلاء بذنوبهم ذكر أنهم على رجاء أن يتوب الله عز وجل عليهم لاعترافهم، فالاعتراف هو سبيل التوبة. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. ولذلك فإن دعاء يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أعظم الأدعية، فقد نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما ذلك إلا لأنه ضمنه الاعتراف بوحدانية الله، والإقرار بالذنب والخطيئة، والإقرار بالظلم للنفس. ففي دعوة ذنون هذه المعاني الثلاث: الاعتراف بالتوحيد، والاعتراف بالتقصير، والاستغفار لله تبارك وتعالى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء اشتمل على سؤال الله المغفرة من الذنوب بعد الاعتراف بالتقصير وظلم النفس، وسؤال الله الرحمة تبارك وتعالى. الاعتراف يهدم الاقتراف، ولذلك فإن العبد لا يصح له مقام التوبة، بل لا يصح له مقام العبودية حتى يحرر هذا المعنى، معنى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وأما المسألة الثالثة المتعلقة بهذه الفائدة، فإن قول الله جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، فقال الله: قل كل من عند الله. هذه الآية لا تتعارض مع قوله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حول هاتين الآيتين كلاما ماتعا عظيما، وقال: والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة
يراد بهما النعم والمصائب، وليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات. فليس المراد هنا بالحسنات هي تلك الأفعال، أفعال الطاعة التي يثاب عليها العبد، وإنما المقصود بالحسنة النعمة. وإن تصبهم نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم مصيبة يقول هذه من عندك. وقال ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله جل وعلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأثبت شيخ الإسلام هذا فقال ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يتناول هذا وهذا، يتناول معنى النعم والمصائب ومعنى ما يفعله الإنسان باختياره من أفعال الطاعات أو من المعاصي. فقد قال الله تعالى عن المنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وهذا معناه النعمة والمصيبة. إن تمسسكم حسنة نعمة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة أي مصيبة يفرحوا بها. وقال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون. وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، إلى غير ذلك مما في كتاب الله جل وعلا مما يدل على أن معنى الحسنة النعمة ومعنى السيئة المصيبة. وأيضا في كتاب الله في المعنى الآخر الأعمال المأمور بها والمنهي عنها، فقد قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن المعنى يأتي بمعنى الأعمال المأمور بها والمنهي عنها تارة، وبمعنى النعم والمصائب تارة. وقد قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، ولم يقل وما فعلت وما كسبت، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال فأصابتكم مصيبة الموت. فلهذا كان قوله ما أصابك من حسنة ومن سيئة متناول لما يصيب الإنسان ويأتيه من النعم التي تسره ومن المصائب التي تسوءه. وهذا مذكور عن عامة المفسرين، فقد قال أبو العالية إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، قال هذه في السراء، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال هذه في الضراء. وكذا السدي روي عنه قريب من ذلك، ذكر عن غير واحد من المفسرين تفسير هذه الآية بأن المراد فيها النعم الحسنة أي النعم، والسيئة هنا المصائب. فهذه لا تعارض بينها وبين قول الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا توجيه من الله عز وجل إلى أن يبحث العبد حال تنعمه على أن الفاعل لذلك المنعم عليه الجواد الأكرم الكريم سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يلتفت إلى نفسه حال النعمة بل يشكر مسديها له وهو الله جل وعلا. وأما حال الإصابة بالسيئة فإنه إن صح له مقام العبودية انشغل بعيب نفسه وعرف أنها من قبله، وأنه ما سلط عليه ما سلط من الابتلاءات إلا من قبل وزره وذنوبه، فإذا انشغل بذلك صح له هذا المقام. لكن من حيث التقدير كل من عند الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يبلو عباده بالنعم والمصائب كما قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالإصابة بالنعمة وكذا بالمصيبة
كلها تعود إلى إرادة الله تبارك وتعالى الخير لعبده بأن يرجع إليه وأن يتوب له وأن ينيب إليه. هذا هو المراد، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد قال الشيخ الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب في توجيه ذلك هذا التعارض بين هذه الآية وتلك، قال: والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله وإن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، يقول هذا ما أكرمنا الله به. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول هذه من عندك أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به، حاشاه صلى الله عليه وسلم. قل لهم كل ذلك من الله، ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية، كما أنه يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسل إليهم: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، أي لأنه المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من قبلك ومن عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. الإمام ابن القيم قال: المحبون إذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكانها، وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية. هذا المعنى أخذه الإمام ابن القيم من كلام أبي علي الدقاق، وهذا ما أشار إليه ابن الجوزي في كتابه المنتظم، وهو كتاب ألفه الإمام ابن الجوزي في التاريخ والسير، أشار إلى كلام أبي علي الدقاق في هذا المعنى. وقال في قوله اذكروني أذكركم: اذكروني اليوم وأنتم أحياء، أذكركم وأنتم تحت التراب. فإن الأحباب إذا أقفرت ديار أحبابهم قالوا سقيا لسكانها، دعوا بأن تعود كما كانت ورعيا لقطانها. كذلك الحق إذا أتت علينا الأعوام ونحن في التراب فالله رحيم بنا وهو عالم بأحوالنا، فإذا كنا له على مراده وكنا له بحق متحببين متوددين، وإذا أحبنا الله عز وجل فطوباه وطوباه وطوباه هذا العبد المحبوب عند الله، فإن الله عز وجل يشمله برحمته. فإذا أحبه كان قبره نورا روضة من رياض الجنة، وكان سكناه فيه سكنى يسير حتى يصير إلى يوم البعث، فيظل في ظل عرش الرحمن ويمشي على الصراط كالبرق، ويحلى من حلل الجنان ويدخلها بسلام. فاللهم اجعلنا من صفوة خلقك ومن أحبائك ومن أصفيائك وممن اختصصتهم بمنك وفضلك وجودك وبمعيتك الخاصة، إنك ربنا تعلم ما في قلوبنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، فاللهم حببنا إليك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، واجعلنا من أهل الإنصاف أجمعين، واجعلنا من أهل التوبة المعترفين بأخطائهم وبأوزارهم، واجعلنا لك ربنا
متبتلين خاضعين أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا يا رب. أنت بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، فلا تخيب فيك رجاءنا. أسألك ربنا أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.